عندنا هاي القضية هذه نتكلم اليوم فيها. تخضع تحت شيء اسمه قانون الإجراءات الجزائية. في القضايا السابقة كانت أكثر ثغراتنا القانونية اللي قاعد نشوفها من خلال قانون الجزاء نفسه. شنو أقصد ما بين إجراءات وما بين قانون الجزاء نفسه؟ نركز مع بعض. قضية متألفة من 3 متهمين، واحد منهم في إيران اتفق مع 2 في الكويت أن في يوم من الأيام راح يدش من خلال طرات عن طريق التسلل إلى المياه الإقليمية الكويتية ويقط شحنة مخدرات وبالأخص مادة الحشيش داخل هالبحر. يحط له قالين أو قالون أو جالون أيا كان المسمى، ويقط تحته كمية ويسكرها على أساس ما يتلفها ماي البحر وتكون نيشان، بالإضافة إلى إرسال موقع الإحداثية بدقة على أساس يعرفون وين مكان هالبضاعة هذه. دش هالطراد هذا قط هالحمولة مباشرة، ارجع إلى ديرتك. هنية معلومة من مصدر سري إلى ضابط في خفر السواحل بأن ترى في أحد دش إلى الكويت وقط هالكمية هذه من الحشيش. على طول قام وتابع المنطقة اللي انقطت فيها هالمواد هذه، قاعد يراقب إلى أن ما شاف في المنظومة الرادارية في خفر السواحل في طراد داش بسرعة، ما هو السريع ولا هو البطيء، ويعني مثل ما تقول شبهة إلى المنطقة المحددة عنده في الرادار اللي انقطت فيه هالشحنة هذه. على طول قوم اخذ قوة من رجال خفر السواحل وطير إلى هالإحداثية إلى أن شافهم، لحقهم ما وقفوا، انحاشوا إلى نقدر نسميها 10 ربع ساعة وهم يطاردون ورا هالطراد هذا اللي فيه ال2 الكويتيين إلى أن مسكوهم. عطني جهازك، خذ جهازهم. اتضح بأن في صورة مرسلة وفيها موقع الإحداثية. هني خلاص ربطت القضية. خذ موقع الإحداثية، طاروا إلى الإحداثية، شافوا هالقلن هذا في البحر، طلعوا شافوا المواد بالكامل. قضية مكتملة اليوم. ايش عندك أول شيء يا يومنو اللي قاطلك هالشحنة هذه؟ قال فلان الفلاني، سماه بالاسم. اوكي، وهو داز لك الإحداثية؟ اي نعم هو داز الإحداثية. توكل على الله إلى جهة التحقيق. بعد ما خلصوا تحرياتهم ومحضر الضبط راحوا إلى التحقيق. قدم انت يا ضابط صورة في ارشيف الصور الخاص في هاتف المتهم الأول مذكور فيه رقم الإحداثية وحالهم إلى المحكمة. النيابة بعد ما اتخذت إجراءاتها فحصت عينة دم وبول أجلكم الله لكل من المتهم الأول والثاني. اتضح بأن متعاطين لمادة الحشيش اثنينهم. اوكي، هذه قناعة أكثر بأن الضابط ما قبض على 2 من الطريق، وقال بأن اعترفوا لي اعتراف تفصيلي بمجرد قبضي عليهم. قالوا بالفعل احنا هني ننتشر هالمواد هذه، لكن ما تمكنا كون رجال خفر السواحل دشوا علينا وقبضوا علينا بعد ما حاولنا ننحاش منهم. تمام. الحين وصلنا إلى المحكمة. أقوالهم في التحقيق طبعا انكروا، قالوا مو صحيح، احنا ما قلنا للضابط كذي وما نعلم، مباشرة يت خفر السواحل وقضت علينا واحنا طالعين حداك. لكن الصورة اللي فيها الإحداثية موجودة في الملف، ومن خلالها بعد ما حط الضابط الإحداثية هذه في التليفون من خلال برنامج الجوجل ماب جابتها لي مكان الإحداثية بالضبط، وذكر ان القلن هذا موجود في البحر وانتشلناه. فالقضية مسكرة. شلون ممكن واحد يفكر ان هذيل ممكن يطلعون منها ولا راح ينحبسون؟ هني نشرح لكم الرأي القانوني. خلونا نتفق أول شيء نعرف العقوبة الفعلية لهذه الجريمة. إعدام كل من جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار، يعاقب بالإعدام شنقا حتى الموت. ونعد ناس وايد في مثل القضايا هذه، لكن للأسف كذلك في وايد قضايا مثل القضية اللي شرحناها قد تكون تفاصيلها جدا متشابهة، لكن أحكامهم مش إعدام
براءة. خلونا نعرف هالقضية هذه وين رايحة. احنا قلنا في بداية الحلقة بأن ضابط يتنا معلومة بأن داعش طراد إيراني متسلل قط كمية في البحر ورجع مباشرة إلى ديرته، ويوها الاثنين بعدها حاموا حول المنطقة المذكورة في الإحداثية، وقامت خفر السواحل ممثلة في ضابطها مع قوة مرافقة له، وصلت مباشرة ولحقت هؤلاء أو هذان الاثنان إلى أن انحاشوا مرة مرتين تالي مسكوهم. بطلوا جهازه، شافوا موقع الإحداثية في أرشيف الصور، حطوا الإحداثية في جوجل ماب، وصلوا إلى مكان الإحداثية شالوها. اعترف كل من الأول والثاني، قالوا بالفعل احنا تواصلنا مع شخص في إيران وهو اللي أعطانا الإحداثية، وفي الأخير هذا التليفون اللي عندك. حكمهم شنو؟ خلونا نتفق بأن هالقضية هذه يوم قلنا إجرائية ايش نقصد فيها؟ أولا ما يصير لرجل الأمن سواء في البحر في البر في الشوارع المدينة أن يوقف أحد من يمر الطريق. لازم أن يضع هذا الشخص في نفسه في موضع شك وريبة، بمعنى أن يكون وضعه مشكوك فيه. يعني واحد ماشي في أمان الله ملتزم في القوانين، ما يصير لرجل أمن يقول له وقف عطني إثباتك. لازم شكله غلط، مسوي شيء الواحد يشك فيه. فبالنسبة اليوم إلى هالطراد اللي دشوا فيها الاثنين إلى المنطقة اللي فيها الإحداثية، شنو اللي خلاك أنت تشك فيهم؟ خلنا نقول شكيت بأن وقت متأخر وطريقة ممشاهم متعرجة وقفتهم. تسايرنا مع الضابط بأن الإجراء الأول اللي القانون حط شروط معينة على أساس توقف الواحد نقول توافر. عندنا الإجراء الثاني اللي هو القبض والتفتيش. وايد من زملائي المحامين او القانونيين بصفه عامه وانا كذلك تكلمنا وشرحنا هالاجراءات هذه، لكن القبض والتفتيش يا اما ياتي بناء على اذن من سلطه التحقيق سواء الادعاء العام او النيابه العامه، او الجريمه المشهوده. الجريمه المشهوده بمعنى ان الضابط او اي كان من يملك صفه الضبطيه القضائيه اللي هو الشرطي اللي في الشارع يشوف شيء يعني يعتقد بانها جريمه، يحس ان هذه جريمة صارت، دم موجود، آثار تعاطي، على هالقبيل والقياس نقدر نقيس في المستقبل. في هالقضية هذه ليش قبض عليهم الضابط؟ وهو يعلم بأن هذيل ما دشوا المنطقة هذه إلا على أساس يأخذون المواد، وبالأصح المنطقة هذه منطقة تهريب مخدرات، يعني مو أي أحد يدشها، بتحدك فيه 1000 قوعة وقوعة. هالمكان هذا لا معروف طريق مخدرات رايح وراد من إيران أو من أي دولة ثانية. مسك التليفون وفتش. تفتيش الهاتف ما يجوز من قبل أي ضابط إلا من خلال أمر من التحقيق، يعني وكيل النيابة هو اللي له الحق بأنه يفتش أو يتم التفتيش أمامه وفي معرفته، مش من خلال الضابط. الضابط هو يعلم ذيلي مجرمين، فعلى طول امسك التليفون واخذ وبطل الجهاز. جرايك باطل. زين، الصورة اللي موجودة اليوم في هالقضية هذه اللي حطها كضمن أدلة الثبوت، بمعنى أن هذا دليل على اشتراكهم في هذه الجريمة، بمعنى أني أنا ما تبليت عليهم. زين، احنا شنو اللي يأكد بأن هالصورة هذه في هاتف المتهمين؟ لأن الضابط في القضية ما حط التليفون من ضمن الأدلة. ليش؟ الخطأ هذا كثير ما يقعون فيه اللي هم ضباط المكافحة بصفة عامة أو ضباط الخفر السواحل، اللي هو ياخذ هاتف المتهم على أساس يشوف المشتركين معاه في هالإجرام. هو خطوة صحيحة لا من جهة عمله أنه يكتشف الشريحة الأكبر اللي يتعاونون معه، لكن إجرائيا هذا خطأ فادح. حكم هالمتهمين الاثنين براءة، كان المفترض عقوبتهم إعدام، خذوا حكم البراءة بسبب الأخطاء اللي وقع فيها الإجرائية. قلنا ما له الحق في أنه كان يقبض عليهم، كان
من المفترض أنه يشوف بالفعل أمر يدل على جريمة حتى يجوز القبض عليهم، أما فقط تواجدهم في قرب المنطقة اللي موجود فيها الأحداثية غير صحيح. الأمر الثاني، الهاتف تم تفتيشه بطريقة غير مشروعة، بمعنى أن أنت ما أخذت إذن من النيابة أو سلطة التحقيق حتى أنك أنت تدش في هاتف المتهم، وأخيرا ما قدمت التليفون من ضمن أدلة الإثبات. زين، يعني متعاطين هم كذلك، يعني مش شرفاء، ليش ياخذون حكم البراءة؟ المحكمة أو بالأصح محكمة التمييز تأتي في تسبيب أحكام البراءات هذه بأنه يقول لك العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق. يعني المحكمة تبطل هالقضية هذه، ومع ثبوت تعاطيهم وربما أدلة قد تشير إلى أي شخص بأنهم بالفعل مرتكبين لهذه الجريمة، لكن حماية للمجتمع حتى لا يقع يوم من الأيام شخص في دائرة الظلم. شكرا.